الرئيس عبد المجيد كيستقبل السفارة والسياح واصحاب الشركات، بقى لي غامول سايكو كومول الببوش وصحاب البال. ما عرفناه رئيس جمهورية ولا رئيس جماعة قروية. واخر استقبال داروا لشركات امريكية كيحذر ترامب على قبل الصحراء، فملتبن دخل جوج شركات امريكية كبيرة هما شركة شيفرون و اكسون موبيل يستثمروا في البترول والغاز. هاد البلان عنده ثلاثة الاهداف. الهدف الاول يسدوا الطريق على الكونغرس ومجلس الشيوخ اللي بغاو يدفعوا قرار تصنيف الجبهة الشعبية التندوفية كجماعة بحال جماعة إيران، الحوثيين والحشد الشعبي وغيرهم. الهدف الثاني أن شنقريحة والرئيس خايب السمية يقربوا لترامب حيت عارفين أن الروس والصين ومعهم إيران بحال إلا محزن بلاستيك. والجزائر خايفة من مصير سوريا والعراق وليبيا إلا ما شدت الطريق مع أمريكان. ومن هاد المعركة الأخيرة في الشرق الأوسط عرف خايب السمية أن ترامب ما معاهش اللعب، والميريكان حاكمة العالم وجايهم النوبة إلا بقاو مع الدب. فبوتين صدق غاور قد نيبرو ما دب ما سبع وما عمرو دافع على شي حليف من الأسد صدام وزيد. الهدف الثالث هو الصحراء. الجزائر بقات معزولة من 2020 مع اعتراف ترامب بسيادة المغرب، وبسبب الميريكان جميع الدول الأوروبية وزيد عليها كندا وأستراليا وحتى الدول الإفريقية مشاو مع الحكم الذاتي المغربي. هما عارفين أن الساس هو أمريكا. إلا رضى عليهم مسيو ترامب ورجع للموقف الحياد غاتحيا القضية من جديد، ومستعدين لأي حاجة لضمان موقف أمريكي زوين وضمان أن جماعة إبراهيم الرخيص تبقى في الواجهة وما يصنفوهاش من أتباع إيران. مستعدين يبيعوا الأرض والبحر. لذلك الرئيس عطى للشركتين الأمريكيتين كونترات يستثمروا في الغاز والنفط، حيت هاد الشركات الكبار عندها علاقات مع أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي في أمريكا، زعما يقربوا من اللوبي اللي حاكمها في البيت الأبيض. وهاد اللعب قديم كيدوروا تيعياو ويخدموا سوناطراك كوسيلة يديروا بها طريق لدعم الجبهة التندوفية. فدوك الثروات والمناجم الكبار في الصحراء غيعطيوها فابور للأمريكان والأوروبيين، يبيعوا رزق الجزائريين على ود المروك. وحتى قضية إسرائيل مخربقة الجزائر، سيرتو أن بن كفير والقيادات عندهم يقلبوا منين يدوزوا لشنقريحة وعبد المجيد، حيت أولا ما بغاوش التطبيع العلني، أما سريا العلاقات الاقتصادية على الجد. ثانيا العلاقات مع إيران، وهذه بوحدها كتخلي إسرائيل تعصي الجيران وبحال والو مستقبلا دير عملية عسكرية تضربهم. لحد الساعة دخلوا ضباط الحرس الثوري لتندوف وكيدربوا في شباب المخيمات، ومن هنا لقدام يعطوا قواعد عسكرية دائمة لإيران واللي عندها طريق لإفريقيا، وهذا كيضرب المصالح الأمريكية ومصالح الكيان. فالجيران كيلعبوا بالعافية. وحتى دولة في شمال إفريقيا ما باغاش هذا التحالف من مصر وجرتها لموريتانيا. نتوما مدخلين صحاب العمامة وبشوية بشوية سيطرة مطرة في الشرق الأوسط. هادوك بحال السوسة إلا دخلتيهم لبلادك. عول على نفس الفيلم تاع لبنان وسوريا والعراق، ويني تلاقاو مع الصح. المغرب خدام كيسد التقابي منين يدخل الريح. التحالف مع الامريكان صحيح وتاريخي، ما يمكنش يبدلوا الفيستا واخا تعطيهم غير جبيلات ومنجم تبسه والبترول والغاز اللي مدغر في الصحراء من حاسم سعود حتى الحدود. الصحراء فضيناها. وحتى اليهود المغاربه اللي حاكمين وشادين التليكوموند في دواليب القرار الامريكي ما غيخلوش اي خطوه ماشي في صالح بلادنا. راه اللوبي تماك صحيح وما خصوش الغاز والبترول ولا جوج برات ديال الحديد وحفناد الفوسفات اللي عندك. المغرب سد الملف عسكريا، ما عندهم منين يدخلوا، واخا يجيبوا الحرس الثوري وفيلق القدس والحشد واصحاب الفقيه والرزام اليمن ما غيديروا والو. وفي الصراحه شنقريحه عارف هذا الشيء، عارف غا كيحفي الحجره. داك الشيء علاش مؤخرا حيد كاع السلاح والمسيرات ومنظومه الصواريخ الايرانيه لجماعه ابراهيم غالي. ما بقاش سلاح بوعمامه كيدور في تندوف. وحتى من الاقامات اللي ولاو كيعطيو للصحراوه يمشيو لتونس غاديه في هذا الاتجاه قريب يهزوا الرايه البيضاء. عولوا سنوات على الحلف الشرقي، ساعه كله مزعزع من روسيا والشناوه وجرطه لايران وكوريا، كل شيء مفحفح وما في الدوش. قال لك يجيو يفرضوا على الامريكان. صحابك تونس هادي بالعكس، ترامب غا ياكلهم في رزقهم ويفرض عليهم من الفوق. يسمحوا في الصحراء هكا بعينيه خارجين. ترامب عنده الشنطن وزايدون هما ما بقاوش واحلين في القياطن، واحلين كيفاش يحيدوا العزله الاقليميه خصوصا من دول الساحل. وهادو دغيا جرهم سيدنا ودخلوا في تحالف الاطلسي. المهم بون غيبيع البلاد ويبيع حتى حوايجو وما غيصور غا العجاج من المغرب. طلعوا